السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منوعات ايمي. وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يا رب يجعله شهر خير وبركة كده علينا كلنا. طبعا احنا بقى ما بنستغناش عن العصاير في رمضان خالص، فانا كده هبتدي معاكم بالعصير بتاع الكركديه المركز. بجد هتلاقي طعمه حلو جدا، وهقولك على السر كده بتاعه اللي هيخليه معاكي في التلاجة، يعني يقعد فترة طويلة جدا ويبقى مادة حافظة ليه. وهنطلع كده اكبر كمية من الكركديه. هقولك هنطلع كل الكمية دي ازاي. يلا بقى نبتدي كده الفيديو، بس قبل ما نبتدي فضلا وليس امرا، لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا بقى كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. معايا هنا كده اول حاجة ربع كيلو من الكركديه. الكركديه ده اسواني. هشطفه بس كده شطفة سريعة، هي شطفة واحدة بس كده، طبعا عشان بيبقى فيه تراب، فالشطفة دي برضو هتنزل كل التراب اللي فيه. هضيف عليهم بقى بالكوباية، معايا كوباية بقى المعيارية، اول مج عادي. هضيف 5 كوبايات من السكر. تمام. وبعد كده هنزل عليهم ب5 كوبايات بنفس الكوباية بتاعة السكر ب5 كوبايات من المية. هي نفس اللي انا عايرت بيها السكر هعاير بيها برضو المية. هحط كده 5 كوبايات من المية واقلبهم كده كويس. طبعا هما برضو مش هيتقلبوا كده كويس، برضو لازم يترفع على النار. هرفعه بقى على نار كده عالية الاول ياخد غلوة، وبعد كده هبتدي اوطي عليه شوية. مش هضيف برضو كده دلوقتي المادة الحافظة معايا، هستنى شوية. هفضل اقلب فيه بس كده، وهتلاقي القوام بتاعك بيتقل. وبعد كده هنزل بقى بالمادة الحافظة اللي هي ربع معلقة صغيرة بتاعة الشاي من الملح الليمون. هي دي المادة الحافظة بتاعتي اللي هتخلي الكركديه معايا ما يسكرش، وهيبقى زي ما هو و... وطعمه مش هيغير خالص. تمام. وهسيبه برضو يغلي كده برضو غلوة، وبعد كده هتلاقيه تقل. دلوقتي هقلب برضو تاني هلاقيه تقل. وبعد كده بقى بمصفى ضيقة شوية هبتدي بقى كده اصفي الكركديه معايا. طبعا بصي بقى الورد بتاع الكركديه ده لسه انا هستخدمه تاني. ماشي، انا كده طلعت الكركديه المركز ده اول حاجة. وبعد كده في نفس الحلة هنزله برضو تاني. هنزل الورد بتاع الكركديه ده. تمام كده. هسيب ده بقى على جنب يبرد، وهنزل تاني بالورد بتاع الكركديه ده، واضيف عليه 2 لتر من المية. انا حطيت 2 لتر وشوية كمان، يعني شوية صغيرة مش كتير. 2 لتر من المية. وبعد كده هرفعهم على النار. طبعا مش هضيف لهم سكر تاني، لان هو طبعا يعني انا كده حاطه السكر تمام، فانا مش هضيف سكر تاني. معايا هنا بقى الكركديه المركز، ده برد كده شوية معايا. معايا هنا بقى كده الازازة بتاعتي. الازازة دي غسلها كويس بمية سخنة ومتعقمة كويس عشان خاطر برضو تحافظ على الكركديه معايا. هنزل كده بكمية بتاعت الكركديه. وبعد كده لما بقى احب ان انا احط منه هحط في كوباية، هحط حبة صغيرة قوي من الكركديه، يعني اقل من ربع كوباية. وهضيف عليها مية يعني ساقعة. بس كده. طبعا برضو مش هضيف له سكر لان هو السكر بتاعه كده ده تمام جدا. انا مرضتش اغطي الازازة لان الازازة لسه سخنة، يعني الكركديه لسه سخن. وهنا كان فايت شوية في الحلة فحطيتهم تاني. هنا بقى الكركديه اللي رفعته على النار هياخد بس كده غلوتين. بصي طلع معايا كمية قد ايه، ولسه كمان معايا تاني.
هو لسه سخن بس. هكمل بقى بقية الشفشق ده. طلع معايا كمية كبيرة جدا وطعمه حلو جدا جدا. انا ضفت هنا بقى كده معلقة سكر، دي حسب الرغبة. في الكوباية دي بس كده ضفت لها معلقة سكر. هسيبه بقى كده يبرد خالص وبعد كده هشيله في التلاجة. هيفضل معاكي في التلاجة لفترة طويلة عشان خاطر المادة الحافظة اللي فيه. وبس كده خلص الفيديو معايا. لو عجبك الفيديو بقى متنسانيش في اللايك وفي الاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. كان معاكم منوعات ايمي، اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.